السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض. في انتظار بس الناس بس تنضم بعدد أكبر، ونتكلم إن شاء الله مع بعض في النقط. أول حلقة من زوبعة فنجان، إن شاء الله هنتناول فيها كل ما يخص العلاقات الزوجية. كل حاجة بقى من بداية الزواج، الخلافات الزوجية اللي بيحصل، المشكلة اللي بتحصل، ازاي نفهم بعض، ازاي نبدأ نرجع المودة والرحمة بيتنا تاني. هنبدأ نفهم ان شاء الله مع بعض كل الحاجات دي. في انتظارهم بس، ونبدأ بأمر الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايزه اتكلم فيها معاكم ان شاء الله قبل ما نبدا، ان احنا نبدا كده ونجدد نيتنا، ونحتسبها لله كده ان شاء الله، ان احنا عايزين حياتنا تبقى افضل. نبدا ان احنا نظبط يومنا، نظبط حياتنا، علاقتنا مع شريك حياتنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لان اوقات كتيره احنا بنبقى مش فاهمين ان المشكله من عندنا احنا، ونبقى مدركين ان المشكله من عند الطرف التاني. وحتى لما تيجي واحده تشتكي لي، او تشتكي لي يعني تغريد، انا جوزي مشكلته ان هو ما بيقعدش معايا كتير، بي بي ما بيقعدش في البيت تقريبا. كل ما اجي اتكلم معاه الاقيه بيزعق، كل ما اعمل هجومي عليا، منتقد، حاجات كتير بقى. فطبعا لما احنا بنسمع الزوج بالطريقه دي، طبيعي ان احنا بنبقى متحفزين تجاهه، بنبقى بنحس ان لا، ان الزوج كده مش كويس، خصوصا لما هي تيجي تشتكي مثلا بنفس الطريقه دي. لكن لما مثلا بنقعد ونتكلم مع الزوجه، او نسمع الزوج يعني هو بيقول ايه، فيقول مثلا ان هي كثيرة اللوم عليه. مثلا انت ما بتقعدش في البيت ليه، ما بتقعدش معانا ليه، هو احنا ملناش وقت ليك، هو احنا يعني انت طول الوقت في الشغل، طول الوقت كذا. هتفضل تلوم 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 وتنقد فيه. فهو بالنسبة له بيحس ان بيهرب بيهرب منها. مش بيهرب منها عشان هو مش حابب يقعد معاها، ولكن بيهرب منها علشان يعني من كتر اللوم والطلبات والنقد، في وقت هو مثلا يكون مضغوط فيه. نيجي مثلا، طبعا هي مش مدركة ان اللي هي بتعمله ده غلط، وشايفة ان مشكلة عند الزوج. بس احنا لما بنبدأ نفهم ونبدأ ان احنا نغير من انفسنا، والطرف التاني يساعدنا على ده، فبيبدأ الحياة بتبدأ ترجع ل نوع من المودة شوية والرحمة، وان احنا خلاص بدأنا نفهم بعض. الزوجة مثلا يجي الزوج يشتكي ان هي على طول بتزعق، وان هي عصبية، وان هي كل ما يجي يكلمها بكلمة تهاجمه وتزعق معاه والخ بقى من الحاجات. فطبعا لما بنسمع ده بنقول لا، ازاي الزوجة تعمل كده، وازاي وازاي وازاي، ونقعد نلوم وايه ونعتب على الزوجة. لكن لما بنسمع الزوجة بنلاقي مثلا ان الزوج مش متحمل مثلا المسؤولية معاها، او رامي عليها حمل كبير، او حتى لو رامي عليها حمل كبير لا بيقدرها ولا بيسمعها. من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، هي حاسه ان هي فجاه بقت كل حاجه في البيت وعليها ضغوطات كتير، فبقت تزعق، بدات ان هي تشتكي، بدات ان هي تنقد، بدات حاجات كتيره قوي. ففي النهايه الزوج هو اللي غلطان، هو المشكله من عنده هو. ولكن هي الزوجه ما خدتش بالها، احنا ما خدناش بالنا ان المشكله من عند الزوج. ولكن نقدنا الزوجه ان ازاي تتعاملي كذا، وازاي توصلي لمرحله الانفجار دي. ولكن هي مرحله الانفجار هي ما وصلتش بيها
من يوم وليلة. فبالتالي احنا لازم نفهم بعض، لازم نعرف ايه اللي بيحصل في الحياة الزوجية، ايه اللي بيوصل ان احنا ننفجر مرة واحدة سواء من الزوج او من الزوجة، ايه اللي بيوصل للانفصال العاطفي، ايه اللي ممكن ان هو يؤدي الى حالات الطلاق كمان. يعني مش انفصال، لا ده احنا خلاص قررنا ننفصل، وحالات كتير بتنفصل بعد سنوات كتيرة من الجواز. نبقى نقعد كده ونستغرب ايه ده، هو في ايه وايه اللي حصل وليه وكده، لكن في النهاية هي تراكمات حصلت، ما كناش فاهمين، تعاملنا غلط. في النهاية أدت إن إحنا وصلنا لحارة سد سوا، ما بقيناش الحياة الزوجية. ففجأة بعد التراكمات الكتير اللي بتحصل بيقرر الطرفين إن هم ينفصلوا. فإحنا إن شاء الله في البرنامج بتاعنا إن شاء الله هيبقى معاكم على طول زوبعة فنجان، هنتكلم عن بعض المشاكل الزوجية وإيه اللي بيحصل، وإزاي ما بنبقاش فاهمين بعض، وممكن إن ده يؤدي إلى يعني إن شاء الله إن احنا نبدأ نرجع كده الحياة لمجاريها شوية، خصوصا لما كتير بنتخانق. وأكيد كتير مننا وقع في النقطة دي، إن أنا لما بعد ما اتخانق وكبرت الموضوع بقى وقعدنا وتعاتبنا وكده، في النهاية اقعد مع نفسي والوم نفسي واقول ايه، لا لا انا كنت مكبره الموضوع، انا ما كنتش فاهمه، هو اكيد هو ما كانش يقصد كده. لما فهمت وجهة نظره ولقيت ان انا اتصرفت تصرف غلط. صح، كتير ال- النقطه دي يعني احنا بنقع فيها. ليه بنقع فيها؟ عشان ما بنبقاش فاهمين فعلا الفكره كلها. اول نقطه عايزه اتكلم فيها ومش هطول عليكم، بحيث ان هي هتبقى ان شاء الله سلسله حلقات كل اسبوع، ان النقطه المهمه جدا في الحوار ده، ان انا ابقى فاهمه طبيعه شخصيه اللي قدامي. احنا مشكلتنا كستات او كرجاله بنبقى منتظرين من افصل ليه الفيديو كتير. احنا شخصيات الرجاله والستات ما بتبقاش فاهمه بعضها. يعني الزوج مثلا يجي ان الزوج تصرف ده من منطلق شخصيته، لكن هي بتبقى منتظره حاجه تانية. خلينا ندي مثال. الزوج مثلا راجع من بره مرهق جدا، تعبان جدا، يعني اليوم بتاعه يعني كان مسحول كده، يعني ربنا يا رب يحفظهم. فهي طبعا مضغوطة من الولاد طول اليوم، مستنياه يرجع، وهو مستني البيت يروح عشان يرتاح، وهي مستنياه يجي علشان تقعد بقى تفضفض وتحكي وتقول بقى كل اللي كان مضايقها في اليوم. فطبعا اول ما بيدخل بقى من بره، الغلط هنا اللي بتعمله الزوجه ان هي يا دوبك بيقعدوا بقى تحط الاكل وتبدا تتكلم. اه ده حصل كذا وكذا وكذا، احكي يا واد لابوك عن اللي حصل معرفش امبارح لما انت عملت. تفضل يا عيني الزوجه تحكي تحكي تحكي، وهي مش فاهمه ان الزوج يعني حتى لو حاول يجاوب عليها علشان او ان هو يتجاوب معاها في اللحظه دي، ان هي بتضغطه، لكن هي كل اللي هي كان يعني محتاجاه احتواء. وهو كل اللي كان محتاجه في اللحظه دي سيبيني ارتاح، وبعد كده انا هتجاوب معاكي مفيش مشكله. ده احنا ما اصلا اللي مش بيشارك في البيت خالص، احنا كلامنا مع اللي ربنا يبارك لهم كده ان هم بيحاولوا يشاركوا في البيت، ولكن الزوجه ما بتختارش الاوقات المناسبه في المناقشه او الكلام يعني. فطبعا هنا بيحصل خلاف، بيحصل خناق، بيحصل ان انت بيبدا ان هو كمان يهاجمها وينقدها، وينقد تصرفاتها، على الرغم ان هي ممكن ما تكونش تصرفت غلط، ولكن غضبه تجاهها ان انت ما قدرتيش وما استخدمتيش الوقت المناسب، خلاه طلعه بصوره مش صح.
طلعوا ان هو يقول لها ما انت اصلا اللي غلطانه، ما انت اللي عملتي، ما انت اللي سويتي، ما انت عشان ينهي الحوار. بس للاسف نهى بطريقه غلط، لان هو كان غضبان وكان متضايق. فهي فهمت ان هو مش قدرها، حست ان انت مش حامل المسؤوليه معايا. فبدات كمان تقعد تزعق وتقعد تقول هو انا الحمل كله عليا، هو انت مش حاسس بيا، انت مش مدرك اللي انا بعمله. يبدا هما الاتنين يدخلوا في صدام ويدخلوا في خلاف، وهم مش مدركين ان انا غلطت عشان انا ما فهمتش دماغه. ان الزوج، احنا كستات لما بنبقى متضايقين بنفضفض في اي وقت واي مكان ومع اي حد، وبنحكي، بنقعد نحكي بالساعات، ما عندناش مشكله في ده. لكن الرجاله لا، للاسف بتبقى محتاجه اوقات معينه، لان في اوقات معينه بيبقوا فاصلين الفيشه خالص، مش قادر ان هو يتجاوب معاكي. في اوقات معينه بيبقى فعلا مضغوط وراجع من الشغل فمحتاج راحه. لكن في اوقات احنا ممكن يعني ناخدها كده تبقى قعدات لطيفة ونتكلم فيها باللي احنا عايزينه. وان شاء الله في حلقة من الحلقات هتكلم معاكم فيها على ازاي ان احنا نتحاور ونتكلم بطريقة لطيفة، بدون ما نتخانق، بدون ما نكون رايحة عاتبه علشان مجرد ان انا عاتبه فنقوم نتخانق تاني، فنقوم المشكلة تكبر. هتكلم معاكم باستفاضة على النقطة ديت تحت مسمى العتاب فن مش عن. وان شاء الله هنتكلم فيها باستفاضة. النقطة التانية اللي أنا عايزة أتكلم فيها، وهي أنا مش مسؤولة عن حسن نيتك. بمعنى، سواء الكلام ده للزوج والزوجة، بمعنى إن أنا أتصرف تصرف، وبعد ما ألاقي إن التصرف ده ضايق اللي قدامي، ما اعتذرش وما احتويش مشاعر الغضب اللي هي كانت فيه، واقول له انت مالكش حق تزعل، انا اصلا ما كانش نيتي كده، انا اصلا ازاي انت فهمت كده، انا كان قصدي كذا وكذا وكذا. لا، ما هو انت حسن نيتك كذا، بس انت تصرفت غلط. فبناء عليه لما حصل مشكلة، كان واجب عليك انك انت تحتوي مشاعري. واجب عليك لما لقيتني غضبت، سواء الزوج او الزوجة، انك تقول انا اسف، انا ما كانش قصدي ان انا اعمل كذا، ما كانش قصدي ان انا اضايقك، ما كانش قصدي ان انا اتسبب في ايذائك. وبعد كده اشرح حسن نيتك. لكن حته ان ودي من الاخطاء الكبيره اللي بيقع فيها الراجل، وانا هقول لكم بعض الاخطاء اللي بتقع فيها الراجل والست دلوقتي. الراجل بيقع في الخطأ ده، ان هو انت مالكيش حق تزعلي، انت اصلا ما كنتيش فاهمه قصدي. فطبعا ده بيخلي الست تحس اني انا مش، ازاي يعني انا ماليش حق ازعل، يعني بتحس باحساس مش لطيف، باحاسيس ومشاعر سلبيه. من الحاجات الغلط برضو اللي الراجل بيقع فيها مع الست، في لما بتيجي تحكي له عن حاجه مزعلاها، ان هو ممكن يكون بيسمعها وما بيردش عليها وماسك التليفون، وهي تكلمه يقول لها ما انا سامعك، ما انا سامعك. من الاخطاء برضو اللي بيقع فيها الراجل، وانا هقول برضو الست عشان محدش يقول احنا متحاملين على الراجل. النقطه الثانيه، ان هو ممكن يقعد يقول لها قولي اللي عندك كله، ده انا هسمعك وي وي وي، والست يعني الغلبانه تقعد تحكي تحكي، وانت عملت وانت سويت، وبعد كده يقلب عليها الترابيزه بقى ويخاصمها بالايام، ويحسسها بقى ان انت ارتكبتي ذنب، ان انت حكيتي لي وفضفضتي لي. طبعا ده بيحسس الست بعدم الامان، هو انا المفروض ان انا احكي لك ولا مش هحكي لك، لقد وقعنا في الفخ. النقطه اللي بعد كده كمان اللي الراجل بيقع فيها، انه بيهتم انه يبرر ويدافع عن نفسه، بدل ما يهتم ان هو يحتوي مشاعرها. فبالتالي هي بتزعل، بتحس ان انا ماليش حق ان انا ازعل، بتحس ان انا طب انا هروح اعاتبه ليه بقى، ما خلاص، وتفضل تراكم جواها لغايه ما تنفجر مره واحده. من الاخطاء اللي الراجل بيقع فيها مع الست وقت الخلاف، وهي اني لما باجي اقول له انا متضايقه من كذا وحصل كذا وصاحبتي عملت فيها كذا، انا مش مطلوب منك في الوقت ده انك تقول لي خصميها وما تكلمهاش تاني، انت هتزود الغضب جوايا، او ما بطلي تروحي الشغل، انا قلت لك اصلا ما تنزليش الشغل. هي ست مش فاهمه ان الراجل دماغه بتدي حلول، لكن احنا في الوقت ده بنبقى محتاجين تعاطف، محتاجين كلام حلو، محتاجين مسانده، محتاجين انت تقول لها زي ما الست بتعمل مع الست، اخصى عليها يا شيخه، ما حصلش، مش عارفه ايه الكلام ده. فطبعا الست بتبقى منتظره وراحه تحكي للراجل ومنتظره منه ده، وما بتلاقيهوش طبعا فبتزعل. طيب، ايه بقى الاخطاء اللي الست بتعملها مع الراجل؟ ان هي بقى بتديله حلول،
ان هي بتتعاطف معاه مش بتديله حلول. هو كده في كل الاحوال ان هو مفيش راجل اصلا بيروح يحكي مشكلته، هو الراجل بياخد جنب ويدخل الكهف بتاعه ويفضل ساكت كده باليومين لغايه ما يخلص. لكن احيانا الراجل بيبقى لما بيكون فاض بيه او بالتفكير بتاعه وهو مدرك ان الست زوجته يعني تفكيرها كويس، فبيروح يسألها. الست هنا بقى وفي الوقت ده بتتعاطف معاه، اللي هو اخصى عليه ومامتك اللي عملته ده مش صح وما اعرفش ايه. بالعكس هو بيبقى عايز حل، مش عايز تعاطف، مش عايز لا مشاعر ولا اي حاجه، انك انت تديله حل، لان كون ان هو راح فضفض واتكلم فهو محتاج حل. النقطة التانية ان الست بتعملها كمان غلط، انه لما الراجل بيبقى عمل حاجة والحاجة دي طلعت غلط مثلا، آه، بتلوم وتنقد، ومش انا قلت لك، ما انت بتسمعش كلامي، انت بتتصرف من دماغك، انت طبعا ده احساس بعدم التقدير، وبيحس ان هو يعني مش واثقة فيه، وكل المشاعر السلبية دي. من الحاجات التانية كمان ان هو لما بقى قبل ما بياخد الخطوة بقى اللي هي بتاعة التنفيذ، لما بيروح يقول لها انا بفكر اعمل كذا، هو الراجل وقتها هو جاي يقول لك ليه؟ علشان يحس منك قد ايه انت مشجعاه، قد ايه انت شايفاه كويس، قد ايه شايفاه هو بيعرف يفكر، حاجات من دي. لكن الستات بقى معظمهم بيعملوا ايه؟ بتعدل عليه، وبتعدل عليه بنقد، وبتعدل عليه وبتحسسه ان انا اللي بفهم احسن منك. فهو بيحس ان هو غير اهل ان هو ياخد قرارات، غير اهل ان هو يتكلم، غير اهل حاجات كتيرة قوي. طيب السؤال بقى اللي هنا اللي هو ايه اللي بيحصل بعد الجواز؟ وانا جوزي يعني الخلافات بدأت والحب راح فين؟ والحياة بقى اللي كانت جميلة الوردية الحلوة اللي ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان الحياة قبل الجواز كانت وردية علشان احنا مخطوبين، علشان احنا في مرحلة اسمها مرحلة الهوس العاطفي او الهوس الرومانسي، الرومانسية، المشاعر بقى، ما كل واحد فينا بقى في مشاعر لطيفة تجاه الاخر. فبالتالي ايه اللي حصل؟ ان انا اتعودت بقى اني عارف اللي هو على المشاعر بقى. هي مشكله ان في المرحله دي احنا بنتعود من الطرف الاخر على حاجات كتيره حلوه، وكلها بقى مشاعر ولفلفه وحاجات جميله وهدايا وخروجات وكل حاجه. الراجل بطبعه صياد زي ما قلنا، ان هو بيحب يكسب ويصطاد الفتاة اللي قدامه، فطبعا على طول بقى بيكلمها بال3 ساعات علشان يشغل دماغها، بيجيب لها هدايا، بيعمل المهم ان انا هكسبك وان انا هكسب دماغك وهخليكي تحبيني، وحاجات كتيره قوي، بناء مش ان هو بيلعب بمشاعرها، لا بناء ان هو عايز يكسبها، عايز يصطاد قلبها الحلو ده علشان هي تبقى مراته. فالست طبعا عشان هي عاطفية، يعني شخص عاطفي ولها احتياجات، فبالتالي بتهتم جدا بالتفاصيل اللي هو بيقولها، بتبقى مبسوطة، حابة الحياة دي، وفاكرة ان الحياة هتكمل على كده. ايه اللي بيحصل بعد الجواز؟ ان طبيعي ان المشاعر دي خلاص هو حصل عليكي، هو يعني مش هقول ضمنك ولكن هو تزوجك، فالمشاعر بتبدأ تهدى. ليه؟ لان هو كمان حصل التقاء جسدي، فكمان خرجت المشاعر اللي كانت مكبوتة جواه في هذا اللقاء، فبالتالي وبقى راجل مسؤول عن بيت بعد ما كان انسان طايش بيروح ويجي ومفيش بقى مسؤولية بيت، لا دلوقتي بقى راجل مسؤول عن بيت، فتحول بقى جواه المشاعر والعواطف دي كلها لإحساس بالمسؤولية تجاه الآخر. فالمكالمات قلت طبيعي لأن انت موجودة في البيت، هيروح هيلاقيكي، اتصل عليكي مرة 2 أو حاجة، الكلام الحلو قل لأنه انت مش بعيدة عنه، هو شايفك بعينه. لكن أنا ممكن يعني اخليه يعرف يقول الكلام دوت، ان احنا نجدد بقى روتين الحياة، وكل الكلام ده هنقوله برضو في حلقات تانية. النقطة التانية اللي هو خلاص ان كمان احنا بينا يعني في حاجات صفات كتيرة بانت للشخص التاني، هو ممكن ما يكونش يعني محتاجها او ما كانش عايزها، او بدأ يتضايق منها. البنت الكيوتة الجميلة اللي كانت على طول لابسة ومتشيكة وحاطة ميك اب عادي، بقى بيصحى يلاقيها مش حاطة ميك اب قدامه، شعرها مش متسرح. الراجل اللي هو كان جنتلمان قدامها بيصحى تصحى تلاقيه
ببهدلته كده، مش لابس كويس او نايم بالفانلة او ايا كان. فطبيعي ان يحصل دروبات كده في المخ، اللي هو في ايه. ف ف في كل الاحوال مرحله الحب والهوس دي بتقل عند الراجل، لكن عند الست للاسف ما بتقلش، فبتفضل عندها احتياج. فبتحس ان الراجل بقى هنا اللي بيحصل بقى ويبدا الخلافات. ليه؟ لان الراجل كل ما يحس ان الست محتاجه بيهرب، كل ما يحس ان هي عايزه منك، عايزه تاخد منك، بيحس ان الهوا اتشفط حواليه. لان هو زي ما قلنا بطبعه صياد، بيحب هو اللي يروح، هو اللي يبادر، هو اللي يعمل. فبالتالي بدأ يهرب بقى. لكن لما الست تفهم في المرحله دي ان هو ما اتغيرش، هو حبه ما قلش، بالعكس ده كون ان حبه زاد، فمسؤوليته تجاهك زادت. فهو بيسعى في الحياه وبشغله وبعمله وحياته. انت بقى باسلوبك اللطيف الجميل الحبوب تقدري تسحبيه تاني وترجعي لي الود والحياه الزوجيه اللذيذه. ونبعد بقى عن اللوم والعتاب والنقد والبوز والزعل، وانت وتقعد بقى تفكروا من مواقف سنين فاتت وعدت وكل الكلام ده. وكتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب. فده اللي بيحصل بعد الجواز، ان كل طرف بعد كده كمان احنا ما كناش زمان في الخطوبه ما بنبقاش متواجدين غير بعض الساعات مع بعض ومكالمات تليفون، وانا مش عايزه ازعله عشان ما اعرفش ايه، وهو مش عايز يزعلها عشان ما اعرفش ايه. فبالتالي الحياه بتبقى يعني ايه، فيها نوع من المجاملات شويه ايام الخطوبه. لكن في الجواز لا. وبعدين كل طرف بان على حقيقته. وبعدين انا كمان اتصدمت معاه لاني بقيت اتعامل معاه يوميا. فالشخص اللي كان بيحاول يتمالك غضبه معايا في التليفون عشان ما يزعلنيش، بقى بيزعق دلوقتي وصوته بيعلى قد كده وما يقدرش يتملك غضبه. البنت العنيده اللي كانت بتحاول تقول حاضر ونعم عشان ما تبانش معرفش ايه، بقت دلوقتي مع اول خناقه تقول له لا، هو كده انا مش عارفه ايه، وتقعد تتخانق معاه ويبان عندها. فبالتالي احنا ما بنبقاش مدركين ده. مش مدركين كمان ان كل طرف فينا بي يعني بيعبر عن حبه بطريقته. وده انا هشرحه برضو في نقطه تانية عن لغات الحب، والاحتياجات برضو هنشرحها في نقطه تانية. ان احنا مختلفين تماما. عالم الست وعالم الراجل مختلف تماما. علشان نبدأ نقربهم لبعض ونبدأ ان احنا نتوافق مع بعض ونعيش حياة كده كلها سيمفونية لذيذة لطيفة، بناخد وقت كبير ومعارك. وده اللي دايما بيقولوا ان معظم الطلاقات بتكون اول سنة جواز. ليه؟ لان احنا ما نبقاش مدركين اختلافاتنا. فبنبدا يحصل يعني خناقات كتير، وواحده تغضب وتسيب بيتها من اول شهر جواز وما اعرفش ايه، ان هي داخله بقى، احنا داخلين حرب مش داخلين حياه زوجيه. لكن بقى احنا بنفضل بقى اللي هم يعني نبدأ بقى نحاول ونقرا ونسمع ونتفهم. زمان ما كانش في حاجة اسمها حاجات أسرية ولا زوجية ولا استشارات ولا الكلام ده. دلوقتي بعيد عن يا ستي الاستشارات والمراكز والكلام ده، في يوتيوب وفي كتب قد كده في سور الأزبكية، وفي كتب قد كده في المكتبات بتتكلم عن الحياة الزوجية وازاي نفهم بعض وازاي نتكلم مع بعض وازاي نتحاور. كل ده ان شاء الله هناخده على سلسلة حلقات مع بعض، ان شاء الله تبقى سلسلة لطيفة. وانا استمتع معاكم وتستمتعوا معايا باذن الله في الرحله دي. مش هطول عليكم. واي سؤال سيبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم بامر الله. معاكم تغريد احسان، باحثه ماجستير صحه نفسيه ومدربه ارشاد زواجي. شكرا.